تجربة نموذجية للتصدير ترافق 10 شركات نحو 4 أسواق إفريقية أطلقها مركز النهوض بالصادرات بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي. وتهدف هذه التجربة إلى دعم المؤسسات التونسية ذات الإمكانيات التصديرية في مسارها نحو التموقع في الأسواق الإفريقية. متابعة مع إمام بن عمر. 10 مؤسسات من مختلف ولايات الجمهورية مختصة في عدة مجالات وذات إمكانيات تصديرية تم اختيارها من بين 24 مؤسسة لدعمها في مسارها بغاية التموقع في الأسواق الأجنبية، مع تعيين 8 مستشارين لمرافقتهم نحو 4 أسواق إفريقية، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وكينيا وموريتانيا، طيلة 8 أشهر بصفة مجانية ضمن تجربة نموذجية أطلقها مركز النهوض بالصادرات. نحن فرحانين انه شركتنا كانت موجوده في الشركات اللي تم اختيارها في برنامج المرافقه للتصدير هذا، خاطر بالنسبه لنا نحن الشركات الصغيره اللي كيفنا عندها مؤهلات وعندها قدرات انها تكون حاضره في التصدير، خاصه انه نحن خذينا حاجه معروفه بها تونس وحاولنا انه نثمناها وخرجنا من التقديم التقليدي للتمور وعملنا منها منتوجات ذات جوده عاليه وفاخره. صاحب شركه ناشئه من وزاره التكنولوجيا والاتصال. هي شركة تتمثل في ترد الشركات التونسية الكليكية رقمية. عندنا أكثر من 65 تطبيقة و8 أجون إيا للذكاء الاصطناعي. قدموا تطبيق موديل ساس يتسمى اون ليني في الكلاود صحابية. علاش توا بالتأطير نتاع سيباكس والبرنامج هذا يمكن نزيدوا نسرعوا في الحكاية ذي. هو برنامج انطلقنا فيه انطلاقا من فكرة ومبادرة قام بها مركز النهوض بالصادرات، وركزنا أنه يكون المرافقة متاع المؤسسات للولوج إلى أسواق جديدة في إفريقيا جنوب الصحراء من ناحية ثانية هو برنامج يستهدف مؤسسات صغرى ومتوسطة في العديد من القطاعات والشركات الناشئة. تقريبا عندنا 10 مؤسسات اللي تم اختيارهم باش تتم عملية المرافقة بصفة مجانية. هو إن شاء الله في المستقبل تكون العملية يعني خدماتية يعني بمقابل. مقاييس اختيار هذه المؤسسات اعتمدت بدرجة أولى على مدى قدرتها على التصدير نحو أسواق أجنبية. معايير طبعا هي قديش الانتربريز ماتور، قديش عندها قدرة تصدير. المعايير طبعا بتكون على موضوع كيف شو اول شيء شو البرودوي، شو السلعه، ثاني شيء طبعا هو قديش عندها قدره تصنع منه زياده عن السوق المحلي. ويهدف هذا البرنامج الى دعم انفتاح المؤسسات التونسيه على القاره الافريقيه وتعزيز جاهزيتها للتصدير. في اطار دعم المنتوجات